كشف الناشط السعودي عبر سناب شات يزن الأسمر سبب وفاة صديقه عزيز الأحمد الذي أعلن وفاته أمس الخميس، وقال أن عزيز لم يكن يعاني من أي شيء وتوفي بسبب أزمة قلبية مفاجئة، كاشفا عن أن عزيز طلب منه الاستحمام الساعة 5 فجرا في طلب غريب لأول مرة يصدر عنه، وأضاف أنه استجاب لطلب عزيز بعدما نصحه بتأجيل الاستحمام حتى لا يمرض، لكنه أصر على ذلك. وتابع أن عزيز بعد الاستحمام ذهب للنوم وعند الظهيرة لم يستيقظ، فنقلناه إلى المستشفى وتبين أنه توفي. كما كشف عن أن عزيز طلب منه قبل فترة أن يدفنه عند ذويه في سوريا حال وفاته. واعتبر يزن الأسمر أن وفاة عزيز الأحمد خسارة كبيرة، طالبا من متابعيه الدعاء له بالرحمة. وكان عزيز يعاني من مرض في الهرمونات أثر على النمو الجسدي منذ الولادة، وقد حاول أهله علاجه ولكن كافة المحاولات لم تتكلل بالنجاح. الله يعطيكم العافية، وشكرا لكل من عزانا، شكرا لكل من دعا العزيز، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. سبب وفاة عزيز الله يرحمه ما كان في شيء نهائيا، أزمة قلبية الله يرحمه، وقف قلبه وتوفى الله يرحمه. طبعا القصة أن عزيز ما في شيء أبدا، عشان ما يكون في تأليف من الإعلام، عزيز ما كان في شيء نهائيا. 5 الصبح تقريبا قال يزن روشني، استغربت أنا، قلت لا يا عزيز تروش، برد عليك وتمرض. قال لا أمانة تروشني. أنا يعني خفت، استغربت، أول مرة يطلب طلب يتروش الساعة 5 الصبح. الله يرحمه روشته ولبسناه ونشفناه، نام، قام الظهر قمنا ما قام الله يرحمه، متوفي. ودنا المستشفى وسوى له انعاش الله يرحمه متوفي. أنا حسيت يعني خلاص ودعنا، يعني قال يزن سامحني، وتروش بهالوقت ويقرأ أذكار، أقول يا رب يا رب سامحني، يا رب اشفيني. ما أبي أقول إلا الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. طبعا عزيز الله يرحمه يعني قبل فترة قال لي يا يزن إذا مت لا سمح الله أبيك تدفني عند أهلي. قلت له يا عزيز لا يا رجل، أنت إن شاء الله عمرك أطول من عمرنا. صار يضحك، بإذن الله ما يجفانا لا نوم ولا غيره، لين إن شاء الله نوصل عند أهله وندفنه عند أهله، والله يصبر أهله ويصبرنا ويصبر المتابعين. ادعوا له بالرحمة يا جماعة الخير وسامحوه. فأتمنى يا جماعة الخير أي كلام من الإعلام لا أحد يصدقه. عزيز توفى وعمره 23 سنة مو 27. حبيت أوضح لكم حالة الوفاة عشان المتابعين